أعزائي سكان الأرض، أنا ممثل خارج الأرض أرسل لمخاطبتك في هذا اليوم المهم. كما تعلم بالفعل، ستمر مركبتنا الفضائية قريبا فوق كوكبك. نحن هنا في سلام، ونسعى ببساطة إلى إقامة علاقات سلمية مع جنسكم. نحن نتفهم أن مظهرنا قد يبدو مخيفا لبعضكم. نحن ندرك أن الإنسانية غالبا ما واجهت تهديدات خارجية في الماضي، وأن هذا قد يثير مخاوف بشأن وجودنا هنا. نريد أن نطمئنكم على أننا أتينا بسلام ولا نشكل أي تهديد لكوكبكم أو لشعبكم. نحن هنا لنتعلم منك ولنشارك معرفتنا معك. لدينا الكثير لنقدمه من حيث التكنولوجيا والعلوم، ونأمل أن نتمكن من العمل معا لتعزيز فهمنا للكون. يقع كوكبنا في مجرة مختلفة عن مجرتك، وقد جئنا إلى هنا لإقامة اتصال سلمي مع كائناتك. لقد راقبنا كوكبك لسنوات عديدة، ودرسنا ثقافتك ولغاتك وتاريخك. نحن مفتونون بنوعك ونرغب في إقامة علاقات ودية معك. لقد أخطر البنتاغون حكومتك بالفعل بزيارتنا، ويسعدنا أن نرى هذه المعلومات تم نشرها للجمهور. يسعدنا أن نرى أنك على دراية بوجودنا وأنك مستعد للترحيب بنا. نحن نتفهم أن بعضكم قد يكون لديه مخاوف بشأن وجودنا هنا. سنطلب منك عدم الاستسلام للخوف أو الذعر، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى خلق حالة من التوتر غير الضروري. نحن هنا لإقامة علاقات سلمية معك، ونعتقد أنك سترحب بنا كأصدقاء. نحن ندرك أن مظهرنا قد يبدو غريبا ومقلقا للبعض منكم. نريد أن نؤكد لكم أننا كائنات مسالمة وخيرة، وأننا هنا لنتعلم منك ولنشارك معرفتنا معك. لدينا الكثير لنقدمه من حيث التكنولوجيا والعلوم، ونأمل أن نتمكن من العمل معا لتعزيز فهمنا للكون. نحن نتفهم أن هذا قد يكون وقتا يشوبه قدر كبير من عدم اليقين بالنسبة للبعض منكم، لكننا نطلب منكم الترحيب بنا بانفتاح وبدون خوف. لقد جئنا إلى هنا بسلام، ونأمل أن ترحبوا بنا كأصدقاء. أخيرا، أود أن أشكركم على الاستماع إلينا. نتطلع إلى التعرف عليك والعمل معك من أجل مستقبل أكثر سلاما وازدهارا للجميع. شكرا.